السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. الفيديو ده من أغرب الفيديوهات الطبيعية اللي بتنبئ بصدق القرآن، وإن كنا مش محتاجين دلائل. ألوان الجبال الأحمر والأصفر والأزرق والأسود لم تكن مشهورة في الجزيرة العربية، وإلى الآن لا توجد جبال بهذه الألوان في الجزيرة العربية، ولكن القرآن نبأنا بها. تعالوا نشوف الجبال دي أنواعها موجودة فين بالظبط. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ظاهرة جميلة جدا لم يرها العلماء إلا حديثا جدا، وهي الجبال الملونة المخططة. سبحان الله، هذه الجبال الملونة موجودة في منطقة في غرب الصين، تظهر وكأن هناك طرق قد لونت بألوان الأحمر والأسود والأبيض، طرق عريضة جدا وملونة ومخططة. الله تعالى أشار إلى هذه الجبال قبل 14 قرنا في آية لطيفة يقول فيها تبارك وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد. الجدد في اللغة العربية هي الطرق المخططة، هذا المعنى الدقيق لها، الطرق المخططة. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام هل رأى مثل هذه الجبال؟ لا طبعا، هذه لا توجد في الجزيرة العربية ولا توجد في أي منطقة أخرى إلا في غرب الصين. عندما أنبأ القرآن الكريم عن هذه الجبال وحدد لنا ألوانها، عندما نرى مثل هذه المشاهد لابد أن الإنسان بالفعل يزداد إيمانه بالله عز وجل. من الذي أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحقيقة؟ سبحان الله، من الذي خلق هذه الجبال؟ من الذي أعطاها هذه الألوان الزاهية؟ إنه الله تعالى الذي قال: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. سبحان الله.